هاتريك يا مرموش النهارده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بقالنا شهر يا راجل مستنيينك تسجل اول اهدافك مع مانشستر سيتي. النهارده في نص ساعه تسجل هاتريك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عمر مرموش يا جماعه تألق النهارده وابهر الجميع في نص ساعه لانه اتخلق له مساحات. اخلق لعمر مرموش مساحات هيبهرك، اخلق لعمر مرموش مساحات، وبالتحركات بتاعته المميزه جدا والفينش بتاعه العالي جدا هيبهرك زي ما بهرك النهارده قدام نيوكاسل. وفي الثلاث اهداف اللي سجلهم النهارده عمر مرموش في ثلاث حاجات ثابتين، في مساحات، في تحركات مميزه جدا من عمر مرموش، في انهاء عالمي من عمر مرموش. الهدف الاول من إيدرسون طبعا اسيست عالمي، وعمر مرموش عمل الفنت وراح عمل انهاء بشكل رائع من فوق الحارس. وباذن الله إيدرسون يعمل ثنائيه مع عمر مرموش زي ما أليسون عامل ثنائيه مع محمد صلاح في ليفربول. الجون الثاني جندوجان وعمر مرموش بردك في مساحات، وخلق لنفسه مساحه ومفضي لنفسه كويس جدا لجندوجان، والراجل اول ما استلم الكوره وسع لنفسه بشكل كويس وعمل انهاء عالمي. الهدف الثالث سافينيو بردك عدى بشكل رائع، وعمر مرموش في ال18 فضى نفسه وخلق لنفسه مساحه، والراجل محضر نفسه واخد القرار، واول ما سافينيو عمل له عرضيه في ال18 على طول من لمسه واحده الهدف الثالث. فعمر مرموش بسم الله ما شاء الله بدايه ممتازه وتألق النهارده قدام نيوكاسل، وبدايه حقيقيه، وباذن الله البدايه دي هتديله دفعه قويه جامده جدا في المباريات اللي جايه، وهيتألق وهيكسر الدنيا مع مانشستر سيتي باذن الله تعالى. وباذن الله مع استمرار تألق محمد صلاح مع ليفربول يبقى عندنا 2 لاعيبه مصريين افضل اللعيبه الموجوده في الدوري الانجليزي، وزي محمد صلاح بقى واحد من افضل اللعيبه في العالم، ودلوقتي هو افضل لعيب في العالم ان شاء الله مع البدايه الممتازه لعمر مرموش النهارده قدام نيوكاسل، وتسجيله هاتريك يمشي على خطى صلاح ويبقى واحد من افضل اللعيبه في العالم، وهو لعيب لسه سنه صغير فقدامه المستقبل كبير جدا باذن الله تعالى.